السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا باشمهندسين؟ اخباركم ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده زي ما احنا شايفين كده الصورة قدامنا حراس او رصاص بيدمج او بيدحل في احد طبقات تربة الاحلال. ان شاء الله النهارده في الفيديو ده هقول لك الغرض من عملية الاحلال، واحنا ليه اصلا بنعمل احلال، والطريقة الصحيحة لتنفيذ بند الإحلال بالكامل، وهقول لك كمان اختبارات بند الإحلال. ولكن في بداية الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك واشتراك في القناة عشان الكل يستفيد واللي المعلومة مش واصلاه. أول حاجة يا باشمهندسين، أنا بعمل إحلال ليه؟ أو الغرض من عملية الإحلال. رقم واحد، تحسين خواص التربة. طبعا في أول بند نعمل حاجة اسمها الجسات. طبعا دي بتكون جسه كل 300 متر مسطح. بناء على الجسه اللي انا خدتها دي بسمك 10 متر في الارض، او بالديبس بتاع الجسه 10 15 20 متر، بناخد عينات من التربه. بناء عن العينات دي بيطلع لي حاجه من معمل التربه اسمها تقرير الجسات او تقرير التربه. التقرير ده بيكون مكتوب فيه او بيكون خارج فيه البيرنج كاباسيتي بتاعه التربه دي او بتاعه قطعه الارض اللي انت عايز تبني عليها. قدره تحمل التربه او البيرنج كاباسيتي، افرض لقيناها عاليه وكويسه، يبقى انا كده مش محتاج اصلا عمليه احلال. طب ممكن اكون عايز امتى؟ لو انا عايز اعلى بالليفل او المنسوب الاحلال بتاعي اعلى بيه، هنزل بقى هنا احلال. بس التربه معايا شايله وكويسه. طب افرض تقرير الجسات طلع قال لك التربه ضعيفه ما تستحملش ان انا اسس عليها او ما تشيلش، في الحاله دي هنعمل ايه؟ هنحط احلال، هنحفر. طبعا بيكون محدد لك احفر قد ايه، وتبدا تفرد طبقات احلال بكل اختباراتها لغايه برضو ما يكون محدد لك المنسوب قد ايه، تعرف على كده. وانت عايز تعلى اكتر من كده زي ما قلنا في الفيديو، تبقى انت عايز اصلا تعلى بالمنسوب. يبقى الغرض من عمليه الاحلال اما انا عايز اعلى بالمنسوب، او ان انا عايز اغير خواص التربه عشان تقدر تشيل معايا. طب رقم اتنين، انا خلاص اذا خلف تقرير التربه انا هشتغل حلال. هتبدا هندسه اول خطوه تنظف الموقع بتاعك او توصل للمنسوب بتاع الحفر. بعد ما توصل للمنسوب بتاع الحفر هتبدا ترشه وتدمجه جيدا. بعد كده تبدا في فرد وتنسيب اول طبقه. طب تاني حاجه، ايه هو انواع الاحلال اللي بينزل؟ انا عندي التقرير بتاع التربه، قاع التربه بيقول لي احلال من سن او زلط، او احلال من سن رمله، او احلال من سن وناتج حفر. طب النسب بتكون ايه؟ يا اما 1:1 او 2:1 او 1:2. طب دي بنعرفها ايه؟ من امتى؟ بنعرفها ازاي؟ في الفعل، في الحقل، في ارض الواقع، عن طريق ان بنعمل اختبار اسمه السيف اناليسيس، يكون عباره عن مناخل بالمواصفه المطلوبه. بعد انا نزلت بقى الطبقه بيبدا في حاجه اسمها عمليه التنسيق. طبعا بيكون معايا اللودر او الجريدر، بنبدا ننسب بيه على طبقات ونفرد كل طبقه 25 سم. بعد ما خلصت عمليه التنسيق بنبدا في اعمال الغمر او رش المياه. دي خطوه مهمه جدا يا جماعه. بعد ما رشيت ميه يجي هنا اسيبها تشف شويه، وبعد كده ببدا في اعمال الرص او اعمال الدك بواسطه الهراس زي ما احنا شايفين في الفيديو كده. الهراس شغال ورانا اهوت، والسمك الهراس ده بيكون غالبا 25 طن. طب بعد كده بنعمل حاجه اسمها اختبار الساند كون، وده عشان احدد منه كثافه التربه في الطبقه اللي انا نزلتها دي. طبعا الاختبار كلكم عارفينه، بشوف كثافه التربه ما تقلش طبقا للاختبار بركتور القياسي على 95%. بنعمل برضو عمليه دمج دي عشان خاطر ان انا نقلل نفاذيه التربه. فلما قللت نفاذيه التربه والفراغات البينيه اللي بين التربه، كده التربه كثافتها زادت، عدت ال 95% طبقا للاشتراطات. عدت معايا يبقى هي كده خلاص نجحت. تاني اختبار بنعمله اختبار السيف اناليسيس. اختبار السيف اناليسيس ده عشان خاطر نعرف، انا المواصفه بتاعتي بتقول لي 1 سن لواحد رمله او 2 سن ل2 رمله. طبعا عينه كده من الموقع باخدها واحللها على المناخل وبتديني النسبه. هل النسبه زي المواصفه مايله؟ يبقى انا كده شغلي تمام. بعد كده في ثالث اختبار اسمه اختبار التحميل، ان انا بحمل على التربه دي بحمل معين، اشوف الطبقه دي شايله معايا ولا مش شايله. غالبا بنعمل اختبار التحميل كل 4 طبقات او 6 طبقات، ما لم يذكر هذا في تقرير التربه. طبعا دي كانت شرح بند الاحلال. يا ريت لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل شير ولايك واشتراك في القناه عشان الكل يستفيد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.